اكتشفت ان اللي بينادي بترحيل السوريين معظمهم او ممكن يكونوا كلهم يعني ناس مرتاحة ماديا قوي يعني ناس معاها فلوس، ناس عندها مشاريع مثلا، او ناس مسافرة بره البلد، اللي قاعد مثلا في الكويت، او اللي قاعد في اوروبا ما وراهوش يعني ما عندوش مشاكل، ما عندوش مثلا ظروفه المادية مش وحشة مثلا. لا، كلهم ناس اصحاب يعني مشاريع وبتاع، ومعظمهم كمان قاعدين بره البلد. تمام، فهو مش فارق معاه البلد في حاجه خالص، بس هو بيتكلم كده، انا مع هو بيتكلم مثلا من فراغ، او عايز يعمل حاله كده، او عايز يتشهر او حاجه زي كده. تمام. ومن ضمنهم واحد بيقول لك ان احنا السوريين بيجوا في مصر هنا يشحتوا، ودي طبعا قله ادب. مفيش حاجه اسمها السوريين بيجوا يشحتوا، لا، السوريين بيجوا يشتغلوا. اما بخصوص الشحاتين، فالشحاتين في كل حته النهارده، في شحات سوري، في شحات مصري، في شحات امريكي، في شحات خليجي. الشحاتين في كل حته. تمام. الشحات ما بيمثلش غير نفسه، هو ظروفه كده، والراجل محتاج او مش محتاج، هو الراجل بيشحت، دي حاجة خاصة بيه هو، يعني ما بيمثلش شعبه. انا بس كنت عايز اقول حاجة بالنسبة للسوريين. سوريا الدولة الوحيدة اللي منعت اي عامل سوري ان هو يسافر يشتغل عامل. يعني انا كنت في السعودية مثلا، ما تلاقيش مثلا سوري شغال في المعمار، مع احترامنا طبعا لمهنة المعمار والسباكين والناس اللي بتشيل والزبالين وكل دول على دماغنا. ولكن الدولة الوحيدة اللي ما بتسمحش ان السوري يطلع يشتغل بره حاجة ممكن تقلل منه شوية هي سوريا. ما كانتش بتسمح ان يبقى في مثلا تأشيرة عامل بناء مثلا، او عامل معماري، او عامل زراعي يشتغل في الاراضي. ما كانتش سوريا بتسمح بالحاجة زي دي. تمام. فاحنا هنا بنتكلم بنقول يا جماعة، اللي عنده كلمة يلمها، عشان عيب لما يبقى انت عندك ضيف في بلدك، تمام، عايش آمن في البلد، وانت حضرتك تطلع تقول ده انتوا كذا وانتوا كذا وانتوا كذا. تمام. فيا ريت بس نحترم نفسنا شوية كده، ونحمد ربنا على النعمة، نعمة الأمان اللي ربنا اداها لنا، وخلى دول كتير فيها مشاكل بيلجأوا لينا عشان الأمن والأمان. نحمد ربنا على النعمة ديت، وبلاش نستهتر ونتكبر، عشان ربنا ما يوقعناش في شر أعمالنا.